هلا وحبايب قلبي، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ ان شاء الله زينين. رجعت لكم هذا الفيديو، اتمنى يعجبكم. واذا عجبكم لا تنسوني من الاشتراك وتفعيل الجرس، وضغطوا لي لايك اذا حبيتوا الفيديو. هنا فيديونا بلشته يعني شلون تقولون من الليل. هنا بالبداية اجيت شنو بعد ما خلصنا تعشينا يعني وخلصنا، قلت خل اسوي هيج فتح لاية. بعد عفون الشتاء وهيك سوالف حلوة بالليل. فجيت هنا شنو ضفت، راح اسوي حلقوم. هنا جيت ضفت قلاصين شكر بهاي اكواب القياس مثل ما شفتوا، وخليت عليهن قلاصين ماي، يعني نفس الكوب مال القياس قست بيه الماي. وهنا اجيت شنو خليت هيج كم حبة ليمون دوزي على مود شنو لا تشكر عندي. هنا يعني بعد ما خليناها اجيت ضفت عليه قلاص من النشا، واذا تحتاج ماي بعد ضيفولها. وهنا ابد لا تتركوها على مود شنو لا تلزق عندي ولا مثل ما تقولون تفصص، لا ابد. تظلون تحركون بيها بتحريك مستمر. وهنا شنو عندي اي نكهة عندكم، انا عندي هنا جيلي، يعني هم ينطي فد لون وهم ينطي نكهة. واذا ما عندكم عادي مثل هاي الاصباغ الغذائية هم يعني تفيد، هم حلوة. فهنا اجيت انا عندي جيلي بطعم الفراولة، قلت خل اضيف من عده شوية، ما ضفت هواي. مثل ما تشوفون اظل احركه وايدي بيه على مود لا يلزق عندي ولا يفصص. اكيد هو بعد يعني ما ضفت الجلي، وبعد احتاجيت شوي على مود اللون، ويعني طعم كلش حلو. اذا ما عندكم عادي لا تخلون. وهنا اظل بتحريك مستمر، يعني ما اتركه مثل ما تشوفون على ما كلش يثخن عندي ويصير القوام اللي اريده انا مثل قوام الحلقوم. وبنات اعتمدوا هاي الطريقة يطلع عندكم الحلقوم كلش طيب، ومثل يعني هذا اللي يبيعوه بالمحلات واحلى بعد. وهنا شفت يعني اكتفيت، يعني صار عندي القوام اللي انا اريدنه. شوفوا مثل ما تشوفون هنا جبت لي صحن وجاي اشوفكم اياه يعني شلون صار ثقيل. فهنا جبت لي صحن وورق زبدة على مود بعدين من اريد اقصصه او اشيلنه الحلقوم ابد ما يلزق عندي. فهنا اجي اضيفنه، وانتم كيفكم بالشكل تردونه وشون تردون يعني تسوونه. هنا اكيد يعني حار بعده، فلازم نتركه بالثلاجة وقت على مود يصك عندي. واكيد هنا يعني بعد ما ضفته كله جيت صفيته بهذا الشكل واضيفن عليه نشا. يعني النشا شنو ينطي فد شكل ويخليه متماسك. وهنا اظل اضيفن النشا يعني مو هواي. واذا كملتوا الفيديو للنهاية وعجبكم ضغطوا لي لايك، وكملوا الفيديو للنهاية وشوفوا وين راح اخذكم وياي. هالايام انا مونستكم، وين ما اطلع اخذكم وياي. وهنا اكيد بعد ما قطعته وخليته يعني بالثلاجة جيت شوفوا صار بهذا الشكل. وما اقول لكم على الطعم كلش طيب يجنن صار. وانتم شوفوا حكموا عليه من شكله، وهيك تفتت ويذوب بالحلق. وهنا بعد ما خلصنا اجيت اصفي المسواق مثل ما تشوفون. هنا وصل لنا المسواق، فقلت خل اصفيه قبل لا نطلع. وغسلت الطماطة ورجعتها لمكانها، ويلا تعالوا خلنا نطلع. وهنا مثل ما تشوفون طلعنا. هذا مكان عندنا اسمه مازن سنتر. يعني هنا عندنا بالبصرة. مجمع كلش حلو. وطلعنا يعني ايش نتونس واشترينا كم شغلة. فانتم مثل ما جاي تشوفون. وهنا راح اخليكم ويا الفيديو، واقول لكم التقيكم في فيديو قادم. مع الف سلامة، باي باي.
جزء كبير من الراحة النفسية تجده في المصالحة مع نفسك، أن تتقبل وضعك أيا كان، أن تتعامل مع ظروفك بواقعية، وأن تؤمن أن الدنيا ليست جنة لكنها ليست جحيما كذلك. فلا تجلد ذاتك، لا تبحث عن السعادة فيما لا تملكه، فقد ينقضي عمرك دون أن تملكه، وتفقد طعم السعادة فيما تملكه. السعادة تكون في البساطة بدون تكلف. أن تتقبل وضعك أيا كان، أن تتعامل مع ظروفك بواقعية، وأن تؤمن أن الدنيا ليست جنة لكنها ليست جحيما كذلك. فلا تجلد ذاتك، لا تبحث عن السعادة فيما لا تملكه، فقد ينقضي عمرك دون أن تملكه، وتفقد طعم السعادة فيما تملكه. السعادة تكون في البساطة بدون تكلف. هي ليست جنة لكنها ليست جحيما كذلك. فلا تجلد ذاتك، لا تبحث عن السعادة فيما لا تملكه، فقد ينقضي عمرك دون أن تملكه، وتفقد طعم السعادة فيما تملكه. السعادة تكون في البساطة بدون تكلف. تجده في المصالحة مع نفسك، أن تتقبل وضعك أيا كان،